خروج الفنانة رنا الرئيس من غرفة العمليات ووالدتها بتأكد تعرضها للإجهاض قبل شهر. كشفت زينب حسن والدة الفنانة رنا الرئيس في تصريحات خروج ابنتها من غرفة العمليات مطمئنة الجمهور عن حالتها الصحية لابنتها. وضحت والدة رنا الرئيس إن ابنتها تعرضت للإجهاض قبل شهر، ولكنها منذ 4 أيام شعرت بتعب غير محتمل. تدخل أول أمس الأحد غرفة العمليات تحديد عملية استكشاف لمعرفة أسباب الألم. وأشارت والدة رنا الرئيس إن ابنتها حاليا بخير والحمد لله، وخرجت من غرفة العمليات شاكرة الله عز وجل على سلامتها، موجهة الشكر لكل من سأل عن ابنتها، دعا لها بالشفاء. تصدر اسم رنا الرئيس مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات الماضية بسبب تعرضها للإجهاض لفترة قليلة من زواجها. تعرضت رنا الرئيس لنزيف حاد و6 ساعات في العمليات بعد 4 شهور من الجواز. عاشت الفنانة رنا الرئيس تجربة صحية صعبة جدا وقاسية جدا بعدما تعرضت للإجهاض. فقدت جنينها الأول. لم تمضي أسابيع حتى تعرضت لنزيف حاد استمر لمدة 4 أيام متواصلة، أمر اللي استدعى تدخل طبي عاجل. استدعى ذلك نقلها للمستشفى. أجرت عملية جراحية وظلت حتى الآن في المستشفى تحت الملاحظة بعدما أجرت عملية جراحية، وتخضع الآن الملاحظة تحت إشراف فريق طبي كامل. وكانت الفنانة رنا الرئيس احتفلت بعقد قرانها في 17 مارس الماضي على خطيبها يسري علي وسط أجواء عائلية اقتصرت على حضور الأهل والأصدقاء وعدد محدود من الفنانين، أبرزهم داليا البحيري ودنيا عبد العزيز. وتألقت رنا الرئيس بفستان أبيض ضيق بأكمام منسدلة من التل، واعتمدت تسريحة الشعر الويفي البسيطة مع طرحة الزفاف، كما ظهرت بمكياج ناعم أظهر رئتها وجمالها جمال ملامحها، بحضور نجوم الغناء أبرزهم تامر حسني ومصطفى حجاج وكارمن سليمان. ومن أبرز الفنانين اللي حرصوا على حضور حفل زفاف الفنانة رنا الرئيس ريهام عبد الغفور وروجينا وأشرف زكي وداليا البحيري وجوزها وماجد المصري ومنى فضالي والمخرج مجدي الهواري وزوجته الستايلست دنيا عبد المعبود هند عبد الحليم وبشرى والمخرج أحمد نور وسارة نور وسلوى عثمان فاء عامر والفنان ماجد الكدواني وخالد سرحان واسماعيل فرغلي وإيهاب فهمي وهنا يسري. حدثت الفنانة رنا الرئيس مؤخرا عن رؤيتها للحسد وتأثيره على حياتها، مؤكدة أنها ليست مهووسة به ولكن تؤمن بوجوده وأنه مذكور في القرآن الكريم. وضح أنها ليست من الأشخاص الذين يشاركون يومياتهم باستمرار على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنها تحاول التواجد بحدود، مشيرة إلى أنها تعرضت لمواقف جعلتها أكثر حذرا في نشر تفاصيل حياتها.